السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا سمر ودي قناتي. لو لسه مش مشتركة في القناة انزلي واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان توصلك كل الوصفات الجديدة. كل سنة وانتم طيبين. خلاص بدأنا في مخبوزات العيد، ان شاء الله هنعمل مع بعض البيتي فور الناعم الدايب اللي الناس كلها هتتهبل عليه وتقولك ايه المكونات بتاعته. يلا بينا كده نشوف المقادير مع بعض. مبدئيًا كده علشان يطلع البيتي فور ناجح معاكِ لازم تكون السمنة متجمدة جدًا. عندي كوبايتين سمنة متجمدين وكوباية من السكر البودرة وعليهم 3 بيضات وصفار بيضة واحدة بس. واستخدمت أنا هنا 5 كوبايات من الدقيق، على فكرة قابلة للزيادة وللنقصان، يعني على حسب نوع الدقيق اللي أنتِ بتستخدميه. أول حاجة لازم أفتت السمنة كويس جدًا. طبعًا علشان البيتي فور أو الغريبة ما يطلعوش معانا ناعمين بزيادة وبيبصموا، لازم السمنة تكون متجمدة كويس عشان تدّيني نتيجة حلوة. لكن لو كانت السمنة سايحة، بمجرد ما هتدخل الفرن هتسيح بزيادة، البيتي فور هيبقى قوامه سايح كده ومش مضبوط. فمرحلة تجميد السمنة دي شيء أساسي جدًا. طبعًا إحنا البيتي فور طبعًا ممكن تعمليه بالزبدة وممكن تعمليه بالسمنة، بس في ناس مش متوفّر عندها الزبدة، فهي حابة تستخدمه بالسمنة، فالسمنة على فكرة نتيجتها ممتازة جدًا. عندي هنا كده أنا هانزل بالسكر، تمام، بس هانخل السكر كويس علشان أنا عايزة البيتي فور بتاعي يطلع ناعم ودايب. الحبيبات بتاعة السكر لو مش مطحونة كويسة بتكتّل معانا وبتخلّي البيتي فور مخرّز. طبعًا هاقلّب كده الأول قبل ما أشغّل البيتي فور علشان السكر ما يتطيّرش معانا. ابتدي اضربي بقى، أنا عايزة القوام شبه قوام الكريم شانتيه، يعني أنا عايزة أضرب لغاية ما اللون يبقى فاتح جدًا معايا، وتبقى أثر السكر مش واضح معايا في السمنة. فالخطوة دي مهمة جدًا. الضرب ده أفضل حاجة. لو أنتِ عايزة البيتي فور ناعم وفي نفس الوقت متماسك يبقى أنا هاستخدم 3 بيضات، تمام، بحرارة الغرفة. وطبعًا أنا هانزّل بيضة، بيضة الأول، أضربه بعد كده أنزل بالبيضة اللي بعدها، وصفار بيضة واحدة بس. يعني أنا استخدمت 4 بيضات، استخدمت 3 بالبياض بتاعهم وصفار بيضة بس، علشان يبقى ناعم وفي نفس الوقت متماسك، مش بيتهري معايا أو يبقى دايب بزيادة. طبعًا ما ننساش الفانيليا مع البيض علشان خاطر ريحة الزفارة. بس عامةً هي السمنة لو سمنة بلدي هي مش بتخلّي أثر لريحة الزفارة بتاعة البيض، بس إحنا علشان نتجنب الأمر ده ما ننساش نحط الفانيليا. اضربي كويس جدًا كده لغاية ما كل المكونات تمتزج مع بعض، بعد كده هنبتدي ننزل بالدقيق، زي ما أنتم شايفين القوام شبه قوام الكريم شانتيه. في المرحلة دي أنا هابتدي أوقّف المضرب وابتدي أنزل عليهم بالدقيق. الدقيق هانزل عليه بالتدريج، تمام، لغاية ما آخد القوام اللي أنا عايزاه. في خطوة هنا مهمة لازم ناخد بالنا منها. لو أنتِ هتستخدمي القمع بتاع اللي هو الكريم شانتيه، اللي هو الكيس الحلواني، يبقى قوام العجينة مش بيبقى سميك، بيبقى العجينة سايلة شوية، علشان خاطر أنا طبعًا دخّلتها التلاجة شوية علشان خاطر إيه، تمسك شوية. يعني دخّلتها حوالي نُص ساعة أو ربع ساعة كمان علشان خاطر تبقى كويسة. لو أنتِ عايزة القوام تستخدمي كيس الحلواني، يبقى قوام العجينة هيبقى سايل، يعني مش هتبقى القوام سميك، يعني هتبقى كده شبه كمان أطرى من عجينة بلحة الشام. لو هتستخدمي مكبس البيتي فور يبقى العجينة بتكون متماسكة شوية علشان تنزل معايا بسهولة من المكبس بتاع البيتي فور. يبقى الكيس العجينة بتاعته بتبقى طرية، مش ناشفة علشان تنزل معايا بسهولة، وزي ما أنتم شايفين أنا بانزل بالتدريج. هابتدي هنا بقى أنا أقسم العجينة لقسمين. قسم هاعمله بالشوكولاتة والقسم التاني إن أنا هاعمله بالفانيليا. طبعًا أنا باضيف معلقة كبيرة من السمنة على معلقتين كبار من الكاكاو، علشان خاطر تنزل معايا بسهولة، لإن أنا لو نزّلتها كده الكاكاو جاف على العجينة، فهتبقى العجينة هتبقى سميكة معايا شوية، فإحنا هندوبها شوية بمعلقة كبيرة من السمنة، تمام. قلّبي كل المكونات دي واعجني كويس جدًا، وبعد كده هنبتدي نشكِّل البيتي فور، والتشكيل ده يرجع لِك أنتِ. لو أنتِ حاباه القمع بتاع بلح الشام، تمام، لو أنتِ حاباه بالمكبس بتاع البيتي فور زي ما أنتِ عايزة.
شايفين كده القوام بتاع العجينة حلو، أنا حسيته محتاج شوية دقيق، ضفت معلقة كبيرة من الدقيق، تمام. بس فهنا هابتدي بقى لتشكيل البيتي فور، أنا حطيتهم في الأكياس زي ما أنتم شايفين، وهابتدي أنزل بقى بال بمرحلة التشكيل. طبعًا أنا باستخدم البلبلة بتاعة بلحة الشام، أنا باعمل اختبار أو تيست باشوفها هل لو هي ساحت معايا في الفرن يبقى هي كده محتاجة شوية دقيق. لكن هنا شايفين اللهم بارك الشكل زي ما هو يعني ما اتغيّرش وما ساحش في الفرن زي ما أنتم شايفين. هابتدي بقى أخلّص كل الكمية الموجودة اللي معايا كده، وبعد كده هابتدي أدخّلها الفرن. طبعًا الشكل ده زي ما أنتِ عايزة، في الشكل الورد ده وفي شكل اللي هو النجمة، فالشكل ده يرجع ليكِ أنتِ والتشكيل براحتِك أنتِ. هاخلّص كل الكمية اللي معايا ولازم أكون مسخّنة الفرن قبلها بنُص ساعة على الأقل، تمام. وبعد كده بتبقى النار متوسطة، فهي هادية جدًا علشان النواعم ما تنشفش معاكِ، ولا بتكون عالية جدًا فالنواعم ما تاخدش السِوَى الكامل، فالنار بتكون متوسطة زي ما أنتم شايفين كده. فيبقى بنسخّن الفرن قبلها بنُص ساعة ونسيبها تسخن كويس، وبعد كده بنبتدي ندخّل عليها البيتي فور زي ما أنتم شايفين. هادخّلهم الفرن كده لغاية كل الكمية دي ما تستوي معايا، وبعد كده نبتدي نشكِّل الكمية. طبعًا أنا هنا عملت جزئين، جزء بالشوكولاتة وجزء بالفانيليا، هنشكِّل بنفس التشكيل ده وبعد كده ندخّل الفرن. يبقى إحنا متفقين إن الفرن لازم تكون سخنة. طبعًا بعد ما خرج من الفرن زي ما أنتم شايفين اللهم بارك عمل معايا كمية حلوة جدًا. كوبايتين دقيق كوبايتين سمنة عملوا معايا كمية حلوة جدًا من البيتي فور، شايفين؟ طبعًا إحنا بننسّق كل الأشكال مع بعض بحجم واحد، والتزيين ده بتاعِك أنتِ. أنا هنا استخدمت للتزيين شوكولاتة نوتيلا واستخدمت مربى للتين. تقدري أنتِ بقى تشكّليها أو تحشيها زي ما أنتِ عايزة، فالحشوة دي ترجع لِك أنتِ. علشان خاطر يبقى الشكل متناسق معاكِ وما نبهدلش الدنيا، يُفضّل إن أنتِ تستخدمي الحشوات داخل الأكياس اللي أنتم شايفينها دي، بتسهّل معاكِ الاستخدام ومش بتبهدل معاكِ شكل البيتي فور. خلّصي كل الكمية دي وزيّنيها مع بعض، وبعد كده هنبتدي نشكِّل البيتي فور. الشكل الخارجي بقى أو التزيين الخارجي برضه يرجع لِك أنتِ، ممكن تسيبيه بالشكل ده، وممكن تزيّنيه بمكسرات أو تزيّنيه بجوز هند أو فارماسيل زي ما أنتِ عايزة، فالتزيين ده اختياري ليكِ. فهنا أنا استخدمت إن أنا عملت بالأبيض وبالبني زي ما أنتم شايفين. استخدمت شوكولاتة بيضا وشوكولاتة بني سيّحتهم على حمّام بخار، وبعد كده ابتديت أزيّن. برضه ممكن تدّي لون كده، أنا حطيت نقطة من اللون الأحمر علشان أدّي كده تغيير. الحاجات دي بتفرق مع الأطفال جدًا وبيفرحوا بيها جدًا يعني، حاجات بسيطة كده وبمكونات بسيطة بتدّيكِ أشكال حلوة وطبعًا خلّينا متفقين إن العين بتاكل قبل البُق. فهنخلّص كل الكمية دي ونزيّد كل الكمية اللي موجودة معانا، ويبقى كده معاكِ أحلى بيتي فور سهل وهش وناعم، مش هياخد منِّك وقت خالص، غير كده إن هو اقتصادي مش مكلّف، حاجات بسيطة جدًا. عملناه بالسمنة مش بالزبدة، طبعًا الزبدة شوية غالية، بس هيدّيكِ نفس النتيجة، وبالعكس كمان أنا بالنسبة لي البيتي فور بتاع السمنة بيكون أنعم وأطرى طبعًا وبيبقى طعمه حلو جدًا. طبعًا لو كنتِ معايا وصلتِ لنهاية الفيديو يبقى أنتِ كده حبيبة قلبي، ما تنسيش اللايك ولا الشير ولا الكومنتات الحلوة اللي أنا باستناها منكم عشان يوصلِك كل الوصفات الجديدة. سلام عليكم.